أهلا بيكم. في شخصيات كده في تاريخنا مجرد ما اسمها يتقال بتلاقي فيه جدل كبير ومشاعر عكس بعضها تماما، واسم النهارده هو واحد من أهم الشخصيات دي، الشيخ عبد الحميد كشك. سواء بقى بنحبه أو بنختلف معاه، صعب قوي ننكر إن حكايته كانت ظاهرة بجد، ظاهرة استثنائية. فيلا بينا ندخل في تفاصيل القصة دي ونحاول نفهمها سوا. الجملة دي بالذات ممكن نعتبرها المفتاح اللي بيفسر شخصية وفلسفة الشيخ كشك. ده كان المبدأ اللي حياته كلها ماشية عليه، واللي خلاه يقول كلمة الحق اللي هو شايفها من غير ما يفكر 1000 مرة في العواقب أو يخاف من حاجة. وده بقى السؤال الأساسي اللي هنبني عليه كلامنا النهاردة. إزاي الرحلة العجيبة دي حصلت؟ إزاي طفل فقد نعمة البصر قدر يتحول لصوت بيهز وجدان ملايين الناس في كل مكان؟ الحكاية فعلا مليانة تفاصيل تستاهل إنها تتقال. طيب، كل قصة كبيرة وليها نقطة بداية، وبداية حكاية الشيخ كشك كانت من قلب تحدي صعب جدا. تحدي هو اللي رسم كل ملامح شخصيته ومستقبله اللي جاي كله. الحكاية بتبدأ سنة 1933 في قرية بسيطة اسمها شبرخيت في محافظة البحيرة. طفل عادي جدا حياته اتقلبت تماما وهو عنده حوالي 10 سنين لما مرض شديد أفقده بصره بالكامل. لحظة زي دي يعني كانت ممكن تبقى نهاية أي حلم، لكن بالنسبة له لا، دي كانت هي نقطة البداية الحقيقية. ومن هنا كرس كل وقته وجهده لحفظ القرآن الكريم، وفعلا أتم حفظه في سن صغيرة جدا. الكلمات دي اللي قالتها له والدته كانت زي الوقود اللي بيحركه، جملة بسيطة قوي في ظاهرها لكن معناها كان عميق جدا، وكانت هي الدافع الأساسي ليه. فكرة إن ربنا لما بياخد حاجة بيعوض بحاجة أكبر هي اللي خلته يوجه طاقته كلها ناحية العلم والمعرفة. بعد مرحلة التأسيس الديني القوية دي دخل الشيخ كشك جامعة الأزهر، وهناك بقى صوته بدأ ياخد سكة مختلفة تماما، شكل مميز عن أي خطيب أو داعية كان موجود في وقته. نقطة الانطلاق الحقيقية لشهرته كانت مع تعيينه خطيب في مسجد عين الحياة في القاهرة. المسجد ده ما كانش مجرد مكان للصلاة وخلاص، لا، ده كان المسرح اللي انطلقت منه الشهرة وصلت لكل حتة في مصر. طيب، إيه سر الجاذبية دي كلها؟ المقارنة دي بتلخص الحكاية. في وقت كانت الخطب الدينية فيها كلها لغة فصحى صعبة وأسلوب رسمي ناشف، الشيخ كشك اختار طريق تاني خالص. كان بيكلم الناس بلغتهم العادية، لغة الشارع اللي بيفهموها. خطوبته كانت خلطة عجيبة، شوية قصة مؤثرة وشوية نكتة تضحك الناس، وشوية تانية تلاقي الجامع كله بيبكي. دي كانت قدرته الخارقة إنه يلمس قلوب الناس العادية والبسيطة. ومع شعبيته اللي عمالة تزيد وتزيد، دخل الشيخ كشك مرحلة جديدة خالص، مرحلة تحول فيها المنبر من مكان للوعظ الديني وبس لمنصة قوية جدا للنقد الاجتماعي والسياسي اللي ما بيجاملش حد. في السبعينات، في فترة حكم الرئيس أنور السادات، مصر كانت بتعيش تغييرات سياسية واجتماعية ضخمة. الشيخ كشك بقى رفض إنه يقف على جنبه ويتفرج، واستخدم منبره عشان ينتقد أي حاجة كان شايفها غلط، سواء كانت فساد أو ظلم أو سياسات هو مش مقتنع بيها. طبعا الجرأة دي كان ليها تمن، وتمن غالي. اتعرض للاعتقال والسجن أكتر من مرة بسبب كلامه ومواقفه الصريحة دي. لكن المفارقة العجيبة بقى إن كل صدام كان بيحصل مع السلطة كان بيتحول لرصيد أكبر في شعبيته. الناس بقت تشوفه رمز للشجاعة، الصوت اللي بيقول كلمة الحق مهما كان التمن. ولو السلطة قدرت تمنعه من المنبر بشكل مؤقت، فكان في وسيلة تانية للتواصل محدش قدر يسيطر عليها خالص، وهي اللي رسخت ظاهرة الشيخ كشك بجد وخلت صوته يقتحم كل بيت في مصر. التعبير ده مش مبالغة أبداً، خصوصاً في فترة الثمانينات. خطبة اللي كانت بتتسجل على شرايط كاسيت بسيطة قدرت تعدي كل الحواجز الرسمية وتوصل لأبعد مكان ممكن نتخيله. أي حد عاش فترة السبعينات والثمانينات أكيد فاكر المشهد ده كويس. صوت الشيخ كشك كان جزء من صوت الشارع وقتها، تسمعه في التاكسي وانت راكب، في المحلات، وطبعا في البيوت. شرايط الكاسيت دي كانت الإعلام البديل بتاع الناس، المنصة الشعبية اللي محدش كان يقدر يتحكم فيها. احنا بنتكلم عن ملايين النسخ من الشرايط دي، كانت بتتنسخ وتتوزع بين الناس بشكل مرعب. ده رقم ضخم جدا بمعايير الوقت ده، وبيورينا قد ايه تأثيره كان أكبر بكتير قوي من مجرد جامع بيخطب فيه. ونيجي بقى للفصل الأخير من رحلته. ورغم كل محاولات إسكاته النهائية، كان الإرث بتاع الشيخ كشك خلاص اتكون وبقى أكبر من أي قرار منع أو تقييد ممكن يصدر. في النهاية صدر قرار رسمي بمنعه من الخطابة نهائياً، لكن بصراحة القرار ده جه متأخر جداً. صوت الشيخ كشك كان وقتها تحول لفكرة، والأفكار صعب قوي تتمنع. هو نفسه كان ليه مقولة مشهورة كان بيقول إن المنبر مش مجرد خشب، المنبر فكرة. وفي يوم 6 ديسمبر سنة 1996 نزل الستار على رحلة الشيخ كشك، والمشهد الأخير في حياته كان مؤثر قوي وليه دلالة كبيرة،
لأنه توفي وهو ساجد لله في صلاته. نهاية ناس كتير من اللي بيحبوه شافوها أحسن خاتمة، رجل عاش حياته كلها بين المنبر والسجود. والنهاردة بعد كل السنين دي اسم الشيخ كشك لسه بيعمل نفس الجدل. فريق بيشوفه أسطورة وفارس للمنابر، وفريق تاني بيرفض أفكاره وطريقته. لكن السؤال الأهم بيفضل موجود: إيه هو سر إن ظاهرة الشيخ كشك لسه عايشة ومؤثرة لحد النهاردة؟ هل هو الصدق اللي الناس لمسته في كلامه، ولا جرأته اللي كانت نادرة، أو يمكن قدرته إنه يعبر عن اللي كان جوه الناس وما كانوش عارفين يقولوه؟ سؤال بنختم بيه ونسيب لكل واحد فينا فرصة يفكر في إجابته.